السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. هنبتدي بس اول حاجة ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا النهاردة ان شاء الله هنطلع بقى من المطبخ، هاخدكم معايا نتفسح ونروح جولة حلوة جدا جدا في مكان ان شاء الله يعجبكم وتتبسطوا بيه. انا روحت مكان فيه حوض سمك بس كبير جدا على كذا دور. قلت اخدكم معايا وافسحكم ونطلع بقى شوية من المطبخ وشوية من الوصفات. اتمنى بس الفيديو يعجبكم وتكونوا وتتبسطوا منه باذن الله. انا بصراحة لما روحت المكان ده استمتعت جدا وحسيت ان انا عايزة افرجكم على المكان لان هو المكان حلو وجميل جدا. حوض سمك ما شاء الله كبير جدا. وباذن الله ولو الفيديو ده عجبكم واتبسطتوا منه ما تنسونيش في اللايك وفي تعليق حلو، وعرفوني كمان لو انتوا اتبسطتوا ولا نخلينا في الوصفات وفي المطبخ ولما اطلع اي مكان ما صورهوش. انا بس عايزه اعرف منكم رايكم ايه. انا عايزه يعني بصراحه انا عايزه اعمل كل حاجه انتوا بتحبوها. لو الفيديو ده ما عجبكوش او ما حبيتهوش عرفوني عشان ما اصورش اي حاجه تانية اي مكان اروحه. فالمكان ده بصراحة عجبني، حبيت ان انا اخدكم معايا وتغيروا مود وتغيروا كده جو معايا، يعني بحيث ان انا ما اتبسطش لوحدي. هنا بقى انا صورت كل الاماكن، صورت كل الادوار اللي فيها حوض السمك. طبعا اللي بيحبوا الاسماك ان شاء الله يعجبهم المكان ده قوي. هنا بقى في قطر كده تحت للاطفال بيستمتعوا بيه بيركبوه وبيلفوا بقى بيه المكان كله. هو مكان حلو جدا، مش كبير قوي بس بصراحة حوض السمك كبير. ويعتبر انت بتروحي عشان تقعدي على البحر. القعدة على البحر جميلة جدا. انا هنا نزلت علشان اوريكم المكان تحت، وهنبتدي نشوف كمان من اول دور تحت بقى هوريكم حوض السمك من اول تحت. الاسماك بصراحة شكلها حلو جدا وتحفة. حبيت برضو اوريكم بعض من الاماكن يعني اللي هناك. مكان بصوا حلو ونظيف ومريح جدا للنفسيه، الواحد بيغير جو شويه. طبعا شيء طبيعي ان انت لازم تخرجي وحتى لو مش هتروحي مكان زي ده هتطلعي تقعدي مع نفسك شويه بره. مش شرط مكان معين، المهم تفصلي. لازم يا جماعة نفصل من المطبخ ومن البيت. حتى لو هتطلعي تقعدي بره شوية، حتى لو هتلفي في الشارع هتشتري طلب وترجعي، فاهميني؟ فانا لما خرجت وطلعت وكده قلت اخدكم معايا تغيروا جو معايا، وان شاء الله الفيديو دوت تتبسطوا منه. وبرضو عرفوني، اتمنى ما تبخلوش عليا بكلمة حلوة، وكمان عرفوني ان شاء الله في مكان كمان حلو جدا 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 ناوية اروحه. فعرفوني اصوره ولا لا، عشان ما اروحش اصوره وانزله وانتوا كمان يعني مش حابين ده. وعندي كمان وصفات حلوه قوي ان شاء الله. الفيديوهات اللي جايه يعني تابعوني، وباذن الله الفيديوهات اللي جايه هتبقى حلوه جدا جدا وهتستمتعوا بيها. ويا ريت يا ريت اخواتي وحبايبي اللي لسه ما اشتركوش وبيتفرجوا بس، اتمنى تشتركوا وتكبروا عيلتنا الجميله وتكونوا معانا. وما تنسونيش في اللايك. هنا بقى حبيت اوريكم الاسماك بكل اشكالها والوانها وجمالها وهدوءها. بصراحه عايزه تبقى هاديه كده روحي مكان زي كده. آه والله العظيم مش شرط يعني، مش ممكن حد يخش يقول لي احنا مش معانا، والله المكان ده اصلا مجانا يعني. المكان ده مش بفلوس. بس بصراحه مريح جدا. هنا بقى ده سمكه القرش. على فكرة انا مش بحب الخروج كتير، انا يعني بخرج قليل جدا، بس لما روحت المكان ده حبيت ان انتوا تيجوا معايا. وحبيت بقى اصور بقى نفسي عشان اقول لكم ازيكم عاملين ايه وبسلم عليكم. بس ان شاء الله تستمتعوا. عرفوني برضو لو عجبكم الفيديو ده، لان فعلا في مكان انا عرفته حلو قوي قوي احلى من ده كمان. شوفوا ده جميل ازاي، بس في مكان بقى كمان حلو جدا ان شاء الله هروحه. وباذن الله لو عجبكم الفيديو ده وشفت فيه تفاعل وتعليقات حلوة ان شاء الله هصور المكان التاني وهوريهولكم. مش شرط انك تغيري جو انك تطلعي في نفس المكان اللي بتتفرجي عليه، بس انت وانت ممكن بتتفرجي. وانا عن نفسي يعني ساعات بتفرج على فيديو مثلا في طلعة حلوة او مكان حلو، بغير نفسيتي. ده بالنسبة لي. فقولوا له بقى بالنسبة لكم ده بيفرق معاكم ولا لا. بس انتوا فعلا وحشتوني بجد، انتوا فارقين معايا قوي يا جماعة، والله والله فارقين معايا قوي. فارقين في حياتي للاحلى وللاجمل. جزاكم الله كل خير وربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. السمكة دي برضو كان الديل بتاعها عاجبني كده شبه الهلال. كانت شكلها جميل جدا جدا، وكل شوية تيجي ناحيتي كده وقفت كذا مرة اصورها. هنطلع بقى كمان فوق خالص وهوريكم بقى ايه كمية القروش اللي فوق. تقريبا القروش بتعوم فوق اكتر من تحت.
بص السمكة دي كانت كل شوية تيجي عندي، كانت جميلة جدا جدا. انا هتكلم شوية وهسكت شوية عشان تستمتعوا بالجمال ده. بصوا كل شوية تجيلي ازاي. انا عايزة اعرف السمكة ديت اسمها ايه، اللي يعرف اسمها يا ريت يكتب لي في التعليقات. حاسة كده ان هي بتطير، جميلة قوي. بحس انه عالم هادي هادي جدا مع نفسه، ما شاء الله. انا مرضش اسيب لكم الصوت الاصلي، لان الصوت الاصلي كان دوشه قوي بصراحه. صوت الميه مع صوت الاطفال والناس وكده كان صوت، وطبعا المكان ما شاء الله كبير، واسع يعني، فكان الصوت عالي قوي، فحبيت ان انا اتكلم معاكم كده في هدوء. وبرضه عرفوني رايكم، اسيب لكم الصوت الاصلي ولا اسجل معاكم كده احسن. انا بصراحه نفسي اعمل اي حاجه انتوا بتحبوها، اي حاجه بتستمتعوا بيها. عرفوني بس رايكم علشان اكون وانا بعمل الحاجه اكون عارفه ان دي بتحبوها. وحد يقول لي بقى السمكه اللي بتطير دي اسمها ايه. عشاق الاسماء بقى، الاسماك بقى يكتبوا لي. بصوا السمكه دي كنت بحبها قوي. فضلت واقفه جنبها حبه كتار، يعني انا قصيت كتير من الفيديو على فكره. بصوا، تبصوا على ديلها كده تحس انه عامل زي الهلال. عايزه اسمع ارائكم بقى في التعليقات، وما تنسونيش في لايك. ما تنسوش اختكم حبيبتكم اللي انا بحبكم جدا في الله، وربنا يعلم انا بحبكم قد ايه، ودايما في بالي، ودايما بصراحه انا نفسي اشوفكم كلكم والله العظيم. ومن خلال يعني ان انا بتواصل معاكم بصوتي بس، بقول لكم فعلا فعلا، وربنا يشهد عليا ان انا بحبكم جدا، واي حاجه بحس ان انا ممكن ابسطكم بيها هعملها ان شاء الله. حتى لو الوصفات اللي بعملها ان شاء الله بعملها عشان خاطركم، وعشان انتوا يعني ممكن تفيدكم. هنا بقى انا كنت طالعه فوق، حبيت برضو تيجوا معايا وانا طالعه كده، يعني تكونوا معايا، انا حسيت ان انا عايزه تبقوا معايا. هنا كنت خايفه اقع من على السلم وانا بصور. هنا بقى طلعت فوق، هوريكم بقى كمان الحوض من فوق. بصوا المكان، المكان حلو جدا جدا. المكان ده على فكره في البحرين. انا هنا في البحرين والتصوير ده في البحرين. فاي مكان هروح ان شاء الله، لو انتوا اتبسطتوا يعني من الفيديو ده وحبيتوا ان اعمل حاجه زي كده تاني، ان شاء الله هصور لكم مكان تاني. هنا بقى بقول لكم انا هنا بقى طلعت فوق خالص، ده كده اخر دور. هنا بقى بتشوف الميه، طبعا من تحت كان الحوض ازاز خالص، لكن هنا بتشوفي بقى الميه، وهنا في اسماك قرش كتير جدا هتشوفيها دلوقتي. ده كده المكان بفرجكم عليه. انا كنت حاسه ان انا نفسي تبقوا معايا، فقلت افرجكم على كل حاجه، ولو في اي تعليقات عرفوني، ولو في اي حاجه عايزينها عرفوني. اهم حاجه بس ما تحرمنيش من اللايكات ومن كلامكم الجميل. ويعني انا مش عارفه بصراحه، قلت لكم قبل كده ان الكلام بيخلص، مش لاقي اي كلام حلو يعني وفي حقكم. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. هنا بقى بصوا اسماك القرش، ما شاء الله، بصوا الجمال. تحس انه ماشي كده ايه، باشا باشا بيعوم. هنا اكتر اللي فوق خالص بقى اخر دور ده اكتره اسماك قرش. اتمنى بقى تقولي رايكم في التعليقات، وعشان برضو ابقى عارفه انا يعني ايه اللي بيبسطكم اعمله ان شاء الله. هنا بقى كذا كذا سمكه قرش، هي مش واحده بس، المكان كبير بس في كذا واحده. بصوا، هنا كنت بشاور عليها. على فكره الحاجه فعلا لما بتشوفوها كده بتستمتعوا، ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله. بعد ما خلصت هنا بقى نزلت، دي كانت اخر حاجه صورتها، وبعد كده نزلت بقى قعدت في المكان الجميل ده، مريح جدا جدا. وهنا بقى في اللي النافوره دي المفروض ليها وقت، اسمها النافوره الراقصه يعني، بس لسه ما لحقتش الوقت بتاعها. اسيبكم بقى في حفظ الله، اتمنى تكونوا استمتعتوا، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.